يا صباح الفل. التكنولوجيا والسوشيال ميديا وتأثيرها على صحتنا النفسية. الفكرة إن التكنولوجيا والوسائل التواصل الاجتماعي بقت جزء من حياتنا، علشان كده مهم نعرف إيه هو تأثيرها على صحتنا النفسية الإيجابي والسلبي، وجاي منين أصلا، وإيه الأضرار اللي ممكن تحصل لنا من فرط استخدامها، وإزاي نحقق التوازن الصحي في التعامل مع التكنولوجيا. أول حاجة عايزين نعرفها، ليه أصلا التكنولوجيا أو السوشيال ميديا بتأثر على صحتنا النفسية؟ أول حاجة، مقارنة الحياة المثالية على وسائل التواصل الاجتماعي بحياتنا. ده بيخلينا نقارن دايما بين الحياة البيرفكت المثالية اللي موجودة على السوشيال ميديا بالحياة بتاعتنا اللي احنا شايفينها ناقصة وفيها قصور وفيها مشاكل. ده بيعمل هزة نفسية، بتولد مشاعر حسد، إحساس بالنقص، تقدير ذات قليل، قلق اجتماعي، توتر كبير بشكل عام. تاني حاجة، الخوف من فوات حاجة علينا. يعني ايه دوت؟ يعني ان انا بخاف يفوتني اي تحديث جديد نزل، اي اشعار جاي جديد، فبيخليني على طول متصلة بالموبايل بتاعي بجنان بشكل مستمر. على طول عايزة أشوف إيه اللي نزل جديد، إيه النوتيفيكيشن اللي جالي، مين عمل إيه، وهكذا. وده بيزود مستويات القلق برضو والتوتر والإرهاق. تالت حاجة، الإدمان الرقمي وصعوبة الانفصال. يعني إيه؟ التواصل المستمر والمتابعة المستمرة للسوشيال ميديا أو الألعاب أو أي حاجة على السوشيال ميديا بيخلي عندنا إدمان للجهاز، بيبقى صعب جدا إن انت تنفصل عنه. بتلاقي بعض الناس ماسكين موبايلهم طول الوقت وعينيهم في الشاشة، ولو بعدوا عنه شوية بيتوتروا جدا وبيتجننوا، وبيكون عندهم أعراض زي أعراض انسحاب الإدمان بالظبط: قلق، عصبية، انفعال شديد. رابع نقطة، العزلة والغباء الاجتماعي. بتلاقي نفسك معزول مع شاشة وبس، مش عارف تتعامل مع الناس، مش قادر تقابل الناس الحقيقية، بتتجنبهم أصلا ومتتفاعلش معاهم. خمسة، بيحصل ساعات التنمر الإلكتروني، وأصلا شوية مضايقات بتحصل لك. أوقات في ناس بتكون مخفية ورا الشاشة، وده بيخلي عندها فرصة كبيرة إنها تأذي الآخر أو تتأذي منه، وده طبعا بيدمر الصحة النفسية. بيؤدي الاكتئاب، بيخليك تحس بالقلة، بهزة في الثقة في النفس، تقليل احترام الذات. أوقات أصلا بيوصلك للتفكير في الانتحار. 6، اضطرابات النوم. لما بنستخدم الأجهزة بشكل كبير وشكل متواصل بيأثر جدا على جودة النوم عندنا. 7، تشتيت الانتباه وتقليل الإنتاجية. على طول بتكون مشغول بالتنبيهات اللي بتجيلك، على طول بتتفرج على حاجات والتحديثات اللي جاية، ومش عارفة مين عمل ايه وايه حصل ايه. ده بيخليك مشتت خلاص، بيخليك مش قادر تركز. وهنا هنقدر نحط ايدينا على الأضرار الناتجة عن استخدام التكنولوجيا. بشكل ملخص جدا، زيادة مستويات القلق، الاكتئاب، اضطرابات النوم، تدني مستوى احترام الذات، مشاكل طبعا في العلاقات الاجتماعية، إدمان استخدام التليفون، تشتت الانتباه، وضعف التركيز. وده هيودينا علشان نعرف إزاي أحقق التوازن الصح مع التكنولوجيا. أول حاجة، مهم جدا إن أنا أحط حدود زمنية محددة لاستخدام التليفون بتاعي. أخلي وقت في يومي معين خالي خالص من التكنولوجيا، أعمل فيه أي حاجة أنا بحبها بعيد عن التليفون. خليك دايما واعي وانت بتستخدم التكنولوجيا،
وفكر نفسك دايما إنه مش لازم تتأثر بيها بشكل كبير، إنها حاجة تلات أرباعها فيك، آه مش حقيقية. خصص وقت للتفاعل الاجتماعي، انزل قابل صحابك، كلمهم في التليفون، اقعد مع عيلتك، وخلي دايما عندك أنشطة وهوايات كتيرة تعملها بعيد عن التليفون. رياضة، مشي، سكواش، أي حاجة تحب تلعبها تحب تعملها، اكتب، اقرأ، بس حاجة بعيد عن التليفون. وده هيحقق لنا شوية من التوازن الصح مع التكنولوجيا. لكن دايما برضو فكر نفسك ان انت المسؤول، وانت اللي هتقدر تتحكم في الموضوع ده لو انت كنت واعي انت بتستخدم التكنولوجيا ازاي.